على صعيد الدول حظت قناة البديل بلقاء خاص مع السلطات المحلية لبلدية فيابونا الباسكية، وتعرف هذه البلدية بموقفها الإنساني الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها وبتسييرها الإداري الرائد. التغطية للزميل محمد لمين حمدي. عدنا مرة أخرى إلى سان سباستيان، وهذه المرة بمقر بلدية فيابونا الباسكية، حيث كانت في استقبالنا رئيسة البلدية بياتزر، فكان حديثنا شيقا تناول معها آخر تطورات القضية الصحراوية ومستجداتها وعن دراستنا بالجزائر وأحوالها. بعدها استقبلنا النائب الأول لرئيسة البلدية شابال لابورد، وهو شاب طموح له عدة أعمال إنسانية يخدم بها بني وطنه والإنسانية. يزين مكتبه علم الجمهورية الصحراوية، فسألناه عن ارتباطه بالقضية الصحراوية وعلاقته بالشعب الصحراوي. منذ سنوات وأنا أعرف الشعب الصحراوي من خلال عطل في سلام. قضية العلم الصحراوي هي تعبير منا على وقوفنا مع هذا الشعب المظلوم. قضية الشعب الصحراوي هي قضيتنا نحن مع عدالة الشعب الصحراوي حتى نيل حريته. تجمع فيابونا عقد توأمة مع بلدية آغطي بمخيمات اللاجئين الصحراويين، تشمل عدة جوانب اجتماعية وإنسانية. تعتبر بلدية فيابونا من أكثر البلديات دعما لمخيمات اللاجئين الصحراويين، وأخبرنا شبال بأنهم في هذه الأثناء يستعدون لإرسال مساعدات إنسانية تحتوي على لوازم ومعدات طبية. من برامجنا دائما مساندة ومساعدة اللاجئين الصحراويين رغم الظروف الصعبة حاليا، إلا أن ذلك لم ولن يثنينا عن مساعدة هؤلاء اللاجئين. الآن سوف نرسل مساعدات إنسانية تحتوي على معدات طبية وغيرها. ويتابع باهتمام بالغ معاناة اللاجئين الصحراويين التي سببها ويسببها الاحتلال المغربي، ويحيي بحرارة الجزائر على مواقفها الداعمة والمؤيدة لعدالة وكفاح الشعب الصحراوي. وعبر البديل دائما أراد أن يوجه رسالة ينصح فيها الصحراويين بالاحتراز والحذر الشديدين في ظل جائحة كورونا. قلوبنا مع الشعب الصحراوي وتنبض أكثر في ظروف هذا الوباء. سنرسل مزيدا من المساعدات والكثير من التضامن، ونصيحتي هي أن يلتزموا بالإرشادات الوقائية والنصائح الطبية، وأملنا أن تنتهي هذه الجائحة في أقرب وقت. وبعيدا عن القضية الصحراوية سألناه حول التسيير الإداري وكيف يمكن أن يحتذى بهم في هذا الجانب. قاعدتنا هي العمل لأجل بلادنا ومن أجل الإنسانية جمعاء. العمل شيء مقدس بالنسبة لنا. الشفافية والمحاسبة هي شعارنا بعيدا عن الفساد، وعندما تكون لديك هذه القواعد فلن تجد هناك فسادا إداريا أو ماليا إلى آخره. أمكننا أن نقف على واقع العمل الجاد والمنظم وعلى دروس وعبر الصدق والإخلاص والأخلاق الإنسانية والمواقف الراسخة والثابتة مع الشعوب وقضاياها العادلة. محمد لمين حمدي لقناة البديل، سان سباستيان.